هم طيبة وخير. بس انا لاحظت ان الاب يعني مهمل، فحبينا نقول حاجة كده في مناسبة عيد الام ذكرى الاب. شوف لنا رسائل. هي مقصودة بعنوان ذكرى ابي. احن اليك اشد الحنين، اتسمع صوتي ورجع الانين، اراك بنومي صحيحا معافى، افيق لالمس ذات اليمين، امد ذراعي لانفو شكا فيبكي الفؤاد ضياع اليقين، اجوب الديار افتش عنك، يكذب عقلي قلبي الحزين، اخاطب ضيفك عل الكلام، يخفف وطأة امر مبين، اقول ابي لا تدعني وحيدا، ابي ان رحلت لمن استعين، اقاسي بعيشي بعادا مريرا، مهيض الجناح وما من معين، امنت الزمان وخلتك تبقى، حسبتك تحيا مئات السنين، فكنت ملاذي وكنت مآلي، كدرع منيع وصرح حصين، ايا من رحلت بغمضة عين، غيابك قاس كقطع الوتين، تمر الليالي وذكراك نور، كنجم السماء يدل السفين، اعلم نفسي كل صباح بلقياك يوما ولو بعد حين، وتمضي الحياة وقلبي ينادي، احن اليك اشد الحنين. القصيدة دي للشاعر دكتور سامر السكري. شكرا. الدعاء. اللهم اغفر لوالدي وارحمه كما ربينا صغيرا، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارحمها برحمتك. كما بدأنا بالقرآن الكريم نختم به هذا الطالب شيماء على. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. كان معكم بقدر رسالة تابع الرجل ملكا من تحت الشفا